بصوا بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول كل حبايب قلبي، انا رفايده ممدوح، دي كانت اكلك على قدك مع رفايده. وما تنسوش نعمل لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. هقول لكم على فكره جميله جدا للسمنه البلدي، عشان نعمل سمنه بلدي ماشي من غير ما نسيب اللبن يروب، لان احنا داخل علينا رمضان. كل سنه وانتم طيبين، خازين رمضان طبعا، عشان احنا عايزين اللبن ما يروبش، تمام؟ عشان نعمل بيه زبادي، عشان نعمل بيه حلويات، عشان نعمل بيه اي حاجه، المهم مش عايزينه يروب. حلو الكلام. عملنا ايه بقى؟ حطيناه في قلب الفريزر، تمام؟ شايفين؟ يا رب يكون واضح انه فصل القشطه عن السمنه، القشطه عن اللبن اهو. شايفين؟ ادي اللبن لونه اهو، وادي طبقه القشطه، بيطلع طبقه جميله جدا. بصوا بصوا، شايفين اهو اهو؟ شايفين الكاميرا باين اهو اهو؟ شايفين؟ ده اللبن اهو تحت، ودي القشطه، تمام؟ ده اللبن ودي القشطه، اللبن ودي القشطه. هنا احنا ما سيبناهوش يجمد خالص، يعني ايه جمد نص تجميده كده اهو، لسه فيه سائل اهو. شايفين؟ بس هو فصل اللبن عن القشطه، تمام؟ ممكن تجمديه وترجعي يعني ايه تفكي منه سنه، بس هو لسه مجمد. احنا هنفك الكيس ده وناخد القشطه بتاعتنا الحلوه دي على القشطه اللي احنا محوشينها ازاي بقى؟ دي القشطه اللي احنا محوشينها، ايه رايكم؟ عملاقه اهي. القشطه اللي محوشاها دي محوشاها ازاي؟ بغلي اللبن كل يوم، اغلي اللبن يعني مش كل يوم، يعني على حسب مقدرتك. اغلي اللبن وسيبيه لتاني يوم في قلب مين؟ في قلب الثلاجه، يعمل لك طبقه حلوه كده. ويا سلام عليه لو كان جاموسي يبقى 100 100. احنا عندنا متوفر بقري وجاموسي، بس احنا يعني ايه بنجيب البقري ماشي، كل واحد على قد حاله. فالمهم كل واحد على قد ما يقدر يجيب، فاحنا ايه بنجيب البقري وساعات بنجيب الجاموسي برضه يعني. المهم فايه بشيل وشه على طول. شفتوا بقى خزنت قد ايه؟ ده كله يعتبر قشطه صافي، يعني ايه ده وش اللبن صافي. شايفين؟ ما شاء الله. عينه في برطمان، عينه في بوله زي دي كده حلوه كده. ايه تعملي الحركه دي كده وتشيلي وشه، حوشي حبه على حبه، هيعمل لك خزين رمضان من غير ما تشتري كيلو السمنه البلدي. ما شاء الله الله اكبر. كيلو السمنه البلدي، إيه القشطه كمان، إيه كيلو ب 150 جنيه و160 جنيه، ده البقري. الجاموسي بتعدي ال 200 ماشي. وطبعا ايه داخل علينا شهر كريم، وايه واقتصدوا لان الدنيا الحمد لله فوق الوصف يعني بصراحه. فيلا نشوف هنفصل. احنا معانا دول مفصولين، دول قشطه صافي، دول وش اللبن، تمام؟ حلو الكلام. فمعانا هنعمل ايه بقى كده؟ هنجيب حاجه نظيفه عشان هنرجع نحتاج اللبن ده تاني لان هو متجمد. فايه اكننا ما عملناش فيه حاجه، احنا بس ايه سرقنا منه الشوات القشطه بس كده اهو. شايفين اهو؟ هنسرق منه الشوات القشطه. بس جماعه دول جماعه ايه اقول ايه، جماعه حراميين؟ لا، جماعه مقتصدين، تمام؟ اهو كده اهو زي ما انتم شايفين، نختلس منه الشوات القشطه الحلوين اهو. شايفين؟ بكل بساطه وكل سهوله اهو. شايفين طبقه اللبن اهي، انت في ايديكي شايفه طبقه القشطه وطبقه اللبن اهو كده اهو. كده خدتي طبقه قشطه كبيره جدا، وكمان ما خسرتيش اللبن بتاعك انك سبتيه كله بره الثلاجه مثلا يربط، واستفدنا منه كلبن. نعمله بقى طبعا زبادي، نعمله حلويات، نشربه لبن صافي. طبعا احنا في رمضان وكل ايه عايز اللبن كل يوم، مكرونات بقى وكل حاجه اهو. شايفين كيلو اللبن طلع كميه قشطه هقول لكم دلوقتي. بس لما نشيل بقيه القشطه اهي هتلاقيها. بصي انت نفسك هتشوفيها تعرفيها يعني ايه هي صفرة واللبن ايه ابيض اهو، تمام؟ نعمل كده ونجيب كيس تاني نحطه فيه، تمام؟ اهو نجيب كيس تاني نحطه فيه عشان نستفيد من كل كميه الكيلو اللبن. طبعا انا بعمل بايديا، انا بعمل لاولادي، اللي عايز يلبس جوانتي يلبس، بس انا ما دام بعمل لاولادي نبقى ايه اهو. شايفين دي كلها طبقه قشطه من كيلو لبن بقى اهو. شايفين قد ايه؟ شايفين قد ايه؟ من كيلو واحد، من كيلو بس واحد لبن. شكيتي فيها ان هي فيها قشطه على لبن، رجعيها تاني عادي، يبقى لبنك بقشطته ما يجراش حاجه اهو. شايفين ما شاء الله طبقه حلوه. اقول لكم كام معلقه؟ ادي واحد معلقه، شايفين مليانه ازاي؟ 2 3 4 معالق، بصوا يعني ولا 5 معالق كبار. شايفين ما شاء الله كبيره كتيره الطبق بس اللي ايه مليان. حلو الكلام. استنوا بقى نعمل كده، نجيب كيس اهو، كيس ثلاجه نضيف، ونحط فيه مين الحلوه دي تاني اهو اهو، نحط فيه الباقي بس كده. ده الكيلو اللبن بتاعنا ما خسرش ولا اي حاجه، وشلناه زي ما هو وعيناه اهو كيلو اللبن نطلعه تاني نستفيد منه ككيلو لبن ما جرالوش اي حاجه ماشي. احطه بقى في الفريزر واجي ايه نعمل التاني اهو. شايفين ادي طبقه القشطه وادي طبقه اللبن، طبقه القشطه وطبقه اللبن. نعمل كده اهو، نزلنا طبقه اللبن اهو
ونجيب طبقة القشطة. شايفين طبقة القشطة بقى؟ بصوا مين تعالي خشي بصي يا عملت ايه؟ مش شايفة عملها مش طيب طبعا بس هو يقعد بس لازم تكون طيب ماشي. ايه البتاعة اتكسرت بتاعت المفتاح ده. لا بس حطهم. طيب ماشي. اهو يا حبايبي بنفصل بقى كده، نكمل الفيديو بقى كده على السريع. بنفصل الكيلو ده كان ايه، كانت القشطه اتجمدت كمان يعني. طبعا بغض النظر عن البهدله اللي احنا عملناها دي، هنروح نمسحها ورجعنا لكم تاني. شايفين بقى ما شاء الله كميه قشطه، دول 5 كيلو من اللبن. تمام. شايفين دي نص الحله، نص حله قشطه، طلعنا نص حله قشطه. دي بقى تضربيها بشوية ملح كده بقت قشطة صافي. بس انا عايزة احولها لسمنة، فعملت ايه، حطيت بقى القشطة طبعا المركزة. طبعا اللي احنا شلناها الاول دي مش مركزة، القشطة التانية مركزة، لان ايه، قشطة وش اللبن دي الصافية مركزة اكتر من اللبن اللي مش مضروب يعني. دي مرحلة ودي مرحلة تانية. فلو عايزة تعملي يعني، انا عندي طولة بال شوية، لو عايزة تعملي انصحك نصيحة، متحطهمش على بعض، حطي كل واحدة لوحدها. يعني مثلا ايه، اعملي كل واحدة لوحدها، لان التانية اللي هي باللبن، اللي احنا شلنا منها اللبن من غير غلية، بتاخد وقت شوية على النار اكتر من الاولانية. تمام. وبتاخد وقت كمان في الضرب، يعني هي بتوصل لنفس النتيجة في الاخر، بس بتاخد وقت كمان في الضرب. وهقولك الوقتي، بس انا يعني ايه حطيتهم على بعض عشان يعني مرة واحدة، فاهمين؟ انا حبيت اديكوا بس الفكرة دي عشان الدنيا غلا، ويعني ايه، واقتصدي في كل حاجة. لو عجبتك الفكرة، لو وصلتي معانا لحد هنا، اكتبي، اعملي لايك واشتركوا في القناة، واكتبي لي ايه رأيك في الفكرة. حبة ملح اهو معانا في الحلة. طبعا احنا حصل لنا حاجة دلوقتي هقولها لكم، وسامحوني على صوتي الواطي، انا تعبانة شوية. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين. وسع رزقنا كلنا يا رب، وتقبل منا رمضان قبول حسن. اهو شايفين طبعا هي بتلف لوحدها، والرغاوي بتطلع وبتفصل طبعا، بس بتاخد وقت في الضرب، بتاخد وقت جامد يعني، عشان طبعا حطينا عليها اللبن التاني. لو هي كانت وش بس ما بتاخدش اكتر مثلا من 10 دقايق ضرب، او يعني ربع ساعة ضرب. لو هي الوش التاني اللي هو الوش الصافي، طبعا غيرتها في البولة الكبيرة شوية دي، انا ما عنديش حاجة عالية قوي، ف يعني ايه طرطشت كتير مني. طبعا مهما كان برضو اللبن يعني برضو سائل، فايه بيطرطش. شايفين بقى الرغاوي اللي فوق دي كده بيجمد يعني، دي كده الزبدة بتجمد. بقول لكم دي مرحلة القشطة هون، شايفين دي كده مرحلة القشطة، دي كده القشطة الصافي اللي بتيجي من بره. بصوا دي قشطة اللبن الصافي، حاجة كده بصي طعم خيال، عشق. دي كده على حتة مربى في سندوتش، يوه، ويغور الرجيم إلى الجحيم. وليغور الرجيم إلى الجحيم. بص دي كده ممكن تشيلي منها قشطة رمضان، تاكلي منها طول الشهر يعني. بصوا الكمية دي تكفي طول الشهر بصراحة، مشتريش من بره. كده عملنا السحور. كده عملنا جزء من السحور.
شايفين لما تقهمش بترجع تاني كده القشطة صافي. وكمان لما تحطها في التلاجة هتجمد كمان شوية. احنا طبعا احنا اصلا احنا عايزين نوصل لسمنة، يعني احنا عايزين نوصل لسمنة عشان نعمل بيها كل حاجة. فاهو حطيناها بقى في الحلة على النار. هي بتاخد وقت، مش هقول لكم ما بتاخدش وقت، هي خدت مني وقت لان طبعا حطينا لبن على لبن، يعني لبن وقشطة لبن على وش إيه سمنة. شايفين بقى الكمية اللي طلعتها، واللي قدامكم دي المرتة اهو. بس انا قدحتها حلو، يعني سويتها حلو عشان البرطمانات دي بتقعد معايا فترة. يعني انا باخد سن حاجة بسيطة مثلا في الاكل بتدي الطعم وخلاص كده، وبكمل مثلا بسمنة تانية بحط زيت كده اهو. شايفين ما شاء الله عملت لي ده كيلو، اكتر من كيلو، يعني حوالي كيلو ونص. البرطمانات دي كبيرة مش صغيرة، اللي هو برطمان المربى، والبرطمان المربى التاني دون عمل لنا مثلا ايه، لا مش كيلو ونص، كيلو وربع بالظبط. والحبة المرتة دول حاجة كده بصي ما اقولكيش. طبعا هي غامقة